السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، مرحبا بكم في درس من دروس التاريخ الإسلامي، ودرسنا اليوم عن الفتوحات في العصر الأموي. طبعا احنا اتكلمنا عن الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين، واليوم هنبدأ بالفتوحات في العهد الأموي. والدولة الأموية طبعا قامت سنة 41 هجرية بتولي معاوية بن أبي سفيان الحكم. وفي عهد الدولة الأموية بدأت حركة الفتوحات الإسلامية تعود مرة أخرى بعدما توقفت في عهد الخليفة أو أواخر عهد الخليفة عثمان بن عفان بسبب الفتنة والتي انتهت باستشهاد عثمان بن عفان وتولي علي بن أبي طالب الذي عمل على استعادة الاستقرار والأمور أو محاولة السيطرة على الأمور داخل الدولة. والفتنة دي لم تنتهي إلا بتولي معاوية الحكم. كانت هناك مميزات للفتوحات في العصر الأموي زي ما احنا شايفين على الخريطة. اللون الأخضر هذا يمثل اتساع الدولة الإسلامية في عهد الخلافة أو الدولة الأموية. فمن ضمن المميزات هنا استكمال حركة الفتوحات الإسلامية. أيضا وصلت الدولة الأموية إلى أقصى اتساع لها، حيث وصلت إلى الحدود مع الصين شرقا، وإلى أيضا فرنسا أو جنوب فرنسا غربا. وهنا طبعا كان في هذا الأمر انتشار للإسلام وعلت كلمة الإسلام. وسوف نتعرف بالتفصيل على هذه الفتوحات وكيف وصلت الدولة الإسلامية في العصر الأموي إلى هذا الاتساع. من الفتوحات هنلاحظ أن الفتوحات في الشرق انقسمت إلى مرحلتين. المرحلة الأولى تمثلت في الفتوحات في بلاد السند أو فتح بلاد السند، وهذا الأمر كان سنة 89 هجري يوافق 707 ميلادي. والهند هنا السبب هو أهميتها أو تعتبر مفتاح بالنسبة لقارة آسيا أو شبه القارة الهندية. زي ما احنا شايفين كده ميناء هنا يسمى ميناء الديبل، وهذا النهر هو نهر السند. وتحركات هنا محمد بن القاسم اللي أمروا والي العراق في ذلك الوقت وهو الحجاج بن يوسف الثقفي بالتوجه لفتح بلاد السند. واحنا شايفين السهم بالخط الأخضر ده تحركات محمد بن القاسم الذي دخل إلى بلاد السند وهزم ملك السند، وكذلك أيضا وصل إلى مدينة الملتان وده بعد مقاومة شديدة. يبقى هنا النتائج انتصار محمد بن القاسم وفتح بلاد السند. وصل إلى مدينة الملتان ودي كانت مدينة مقدسة عند الهنود، ونتيجة لذلك علت مكانة محمد بن القاسم في دمشق. وقلنا دمشق لماذا؟ لأن دمشق كانت تمثل مقر أو مركز الدولة الأموية، لأن العاصمة انتقلت إلى دمشق. أما المرحلة الثانية من الفتوحات شرقا فهي فتح بلاد ما وراء النهر، وهذه المنطقة هي المعروفة ببلاد ما وراء النهر، ويقصد بها نهر جيحون. يعني المنطقة دي بين نهرين هما نهر سيحون ونهر جيحون، فدي تسمى بلاد ما وراء النهر في آسيا. وهنا الفتوحات دي تمت على يد القائد قتيبة ابن مسلم سنة 90 للهجرة 709 ميلادي.
وزي ما احنا شايفين طبعا كانت هناك مقدمات لهذه الفتوحات منذ عهد عمر بن الخطاب، لكن هنا الفتح الحقيقي لهذه البلاد واستكمالها جاء على يد القائد قتيبة ابن مسلم الباهلي، اللي نجح انه يدخل بعض المدن العظيمة او الكبرى في هذه المنطقة مثل طبرستان وبخارى وكذلك الصغد. والنتائج اللي ترتبت على هذه الفتوحات زي ما احنا شايفين فتحت معظم بلاد ما وراء النهر على يد قتيبة بن مسلم، وقلنا دخل مدن زي مدينة بخارى ومنها خرج العالم المسلم البخاري، ثم تقدم قتيبة ووصل إلى حدود الصين وعقد مع ملك الصين هنا صلحا لمنع الصدام مع المسلمين. يبقى هنا ده بالنسبة للفتوحات شرقا، فتح بلاد السند وبلاد ما وراء النهر. أما في الشمال فهنلاحظ أن الدولة الأموية تمكنت من فتح أرمينيا وآسيا الصغرى في بلاد الروم، وهو كما واضح معنا هذه المنطقة هي أرمينيا ودي آسيا الصغرى، تمام، وهي اللي فيها الأناضول أو شمال الشام. هذه المنطقة هي أرمينيا، وخلال عهد معاوية بن أبي سفيان هنلاحظ أنه لاحظ أن الخطر الأكبر يأتي من ناحية الروم اللي كانوا بيمثلوا شمال الدولة، فعمل على تأمين حدود الدولة من ناحية بلاد الشام أو ما يعرف بإقليم الثغور، فرمم الموانئ والقلاع على البحر المتوسط، وحصن زي ما احنا قلنا منطقة الحدود، وأنشأ نظام الصوائف والشواتي، ودي عبارة عن حملات عسكرية كان بيرسلها إلى القسطنطينية لمحاولة فتح القسطنطينية. محاولات فتح القسطنطينية فشل الأمويون أو الدولة الأموية في فتح القسطنطينية، وذلك لعدة أسباب، منها غزارة الأمطار، ومنها البرد القارس وتفشي الأمراض، استخدام الروم النار الإغريقية والتي كانت تؤدي إلى إشعال المراكب أو السفن، السلسلة الحديدية الضخمة التي كانت في ميناء القسطنطينية والشاطئ، وكانت تغلق في حالة الحرب أو التهديد، ودي ممكن نتعرف عليها أثناء الفتح العثماني أو فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح. أحد الأسباب لصعوبة فتح القسطنطينية وهو موقع القسطنطينية، واللي كانت تحيط به الأسوار الداخلية والخارجية، وهذه الأسوار كانت طبعا مزودة بأبراج عالية للمراقبة، وده موقع القسطنطينية زي ما احنا شايفين، وهنتعرف على فتح القسطنطينية في دروس أخرى. أيضا يبقى إذن في الشمال محاولة فتح القسطنطينية وتأمين الحدود، ده ملخص الفتوحات في العهد الأموي. عمل على تأمين الحدود مع الروم وحاول فتح القسطنطينية وفشلت هذه المحاولة. أما في الناحية الغرب فنلاحظ الدولة الأموية، طبعا المقصود هنا بالغرب هي الدول الواقعة إلى الغرب من مصر، وتبدأ من ليبيا أو ما يعرف بشمال أفريقيا. وهذه المحاولات كان هناك محاولات في عهد عمر بن الخطاب والوصول إلى برقة، لكن في العهد الأموي هنلاحظ هنا القائد عقبة بن نافع في عهد معاوية قاد الجيش إلى برقة ووصل للساحل الأطلسي، ويعني يعتبر فتح كل شمال أفريقيا لأنه وصل إلى المحيط الأطلسي، لكنه
سمح لجنوده بالمغادرة، وبقي في عدد قليل من المقاتلين، وأثناء العودة انقض عليه البربر وقتلوه ومن معه في مكان يسمى تاهودا. طبعا كل المجهود ده بتاع عقبة بن نافع ضاع هباء، وبدأت بعد ذلك الفتوحات من السفر. طبعا عقبة بن نافع كان أسس مدينة القيروان، وهذه المدينة عشان تكون قاعدة أو عاصمة للمسلمين وتنطلق منها الجيوش الإسلامية، وده المكان اللي استشهد فيه عقبة بن نافع، وهو يسمى تاهودا أو يعرف حاليا باسم سيدي عقبة. أيضا في عهد الدولة الأموية كان هناك جهود للقائد حسان ابن النعمان في الفتوحات، لكن ده كان في عهد عبد الملك بن مروان، حيث انطلق في فتح شمال أفريقيا، فدخل قرطاجنة والمدن الساحلية، وأنشأ ميناء أو مدينة تونس لتكون قاعدة حربية أيضا، وقضى هنا أو هزم زعيمة البربر الكاهنة المعروفة باسم دهية بنت متيا في مكان يسمى بئر الكاهنة. وهنا بعد طبعا ما كان بيتولى زعيمهم واحد يسمى كسيم. وده بالنسبة لقرطاجنة التي دخلها حسان ابن النعمان. وحسان بن النعمان كان له جهود أخرى، وفي فتح شمال أفريقيا جهود حضارية تمثلت في محاولة نشر اللغة العربية وكذلك الإسلام. طبعا البربر هم سكان شمال أفريقيا، والعرب سموهم باسم بربر لأنهم كانوا بيتفوهوا بكلمات غير مفهومة للعرب. يبقى حسان بن النعمان أنشأ مدينة تونس أو فتح مدينة تونس أو أسس مدينة تونس لتكون قاعدة، وكلمة قاعدة يعني عاصمة. أيضا هنلاحظ بعد ذلك القائد موسى بن نصير، والذي استكمل فتح شمال أفريقيا في عهد الوليد بن عبد الملك. ويعتبر موسى بن نصير فتح بقية شمال أفريقيا عدا مدينة تسمى مدينة سبتة، لأنها كانت محصنة على البحر فتركها واكتفى بالمراقبة. واصل التقدم إلى مدينة طنجة، وطبعا ملاحظ طنجة وسبتة على البحر المتوسط وناحية المحيط الأطلسي. وعين أحد أبناء البربر وهو طارق ابن زياد على مدينة طنجة. ثم كلفه موسى بن نصير بعقد صلح مع قائد مدينة سبتة وهو المعروف باسم يوليان. طبعا قلنا أن موسى بن نصير وطارق بن زياد كانت في صعوبة في فتح مدينة سبتة، لأنها كانت تتلقى المساعدات من ناحية البحر، فاكتفى بعقد صلح مع يوليان الذي تعهد بتقديم المساعدة للمسلمين، لأنه كان على خلاف مع أيضا حكام الأسبانيا أو القوق، واكتفى بمراقبة المدينة وعقد صلح مع هذا الحاكم. القائد موسى ابن نصير أيضا بعدما استقر له الحكم في بلاد المغرب عمل على فتح أو استكمال الفتوحات، فأيضا الفتوحات في جزيرتي صقلية وسردينيا والبليار. زي ما احنا شايفين ده جزيرة صقلية وجزر سردينيا والبليار. أيضا من نتائج فتح بلاد المغرب، طبعا فتح بلاد المغرب لم يكن بالسهل،
حيث استغرق فتح بلاد المغرب حوالي 70 سنة. وده كان للصعوبات بتاعت طبيعة البلاد ومناطق جبلية أو وعورة التضاريس واستماتة البربر في الدفاع عنها مع التعاون مع البيزنطيين. المهم نتائج فتح بلاد المغرب تمثلت أنه البربر دخلوا في الإسلام، انتشرت اللغة العربية في شمال أفريقيا، وتم تأمين حدود الدولة وتم تأمين الحدود الغربية للدولة الإسلامية. ده كان أحد أسباب فتح شمال أفريقيا. واندمج البربر في الفتوحات كالأندلس، حيث قادوا حركة الفتوحات في الأندلس، وده بقيادة ابن البربر أيضا طارق ابن زياد. هتكلم عن فتح الأندلس. طبعا بالنسبة للأندلس هنا أرسل موسى ابن نصير إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك يستأذنه في فتح الأندلس، لكن الخليفة رفض في البداية خوفا من الأخطار التي يتعرض لها المسلمون، خاصة بعدما المشاكل التي مر بها المسلمون في فتح شمال أفريقيا. وطلب الوليد بن عبد الملك أن يختبر موسى بن نصير أرض الأندلس، يعني يستكشفها. فأرسل موسى بن نصير يستكشف هذه البلاد وهو طريف بن مالك، وجاء بأخبار مطمئنة. وكتب موسى بن نصير للوليد بن عبد الملك، يعني أرسل له رسالة بيقول له إنه الأندلس دي ليست ببحر فضم، يعني مش بحر كبير، وإنما هي أو هو خليج يبين للناظر منه ما خلفه. يعني عاوز يقول إنه لو وقف على الشاطئ في طنجة ممكن يلاحظ الشاطئ الآخر في أسبانيا، وإنه العملية ضيقة اللي هي ممثلة في مضيق جبل طارق، وعبوره ليس بالمشكل. بالنسبة لفتح الأندلس زي ما احنا قلنا، طبعا ده مضيق جبل طارق اللي سمي بعد ذلك بمضيق جبل طارق. طبعا هذا هو البحر اللي عبره المسلمون أو طارق بن زياد، وكان يعرف ببحر الزقاق، ثم بعد ذلك أطلق عليه مضيق جبل طارق وحمل اسم القائد طارق ابن زياد. ودي تحركات طارق ابن زياد. طبعا هنا قاد طارق بن زياد الجيش وعبر هذا المضيق، والتقى مع هنا القوط في معركة تسمى شيزونا أو معركة وادي لكة. ونجح طبعا هنا طارق بن زياد في هزيمة الجيش القوطي في هذه المعركة. والنتائج هزيمة القوط ومقتل ملكهم المعروف باسم رودريك أو روزريك، وانتصار المسلمين. وبدأ بعد ذلك طارق بن زياد يفتح مدن الأندلس الواحدة تلو الأخرى، زي ما احنا شايفين غرناطة وقرطبة، ثم أيضا الاستيلاء أو فتح طليطلة التي كانت عاصمة للقوط أو الأندلس قبل الفتح الإسلامي. طبعا الأندلس حاليا بتضم دولتين اللي هم أسبانيا والبرتغال، هذا الجزء يعتبر هو البرتغال. بعد ذلك كان هناك أيضا دور لموسى بن نصير في فتح الأندلس. طبعا خشي طارق بن زياد من أن يقطع عليه القوط خط الرجعة، فأرسل إلى موسى بن نصير الذي لحق به واستكمل معه فتح الأندلس. وده الخط الآخر بتاع خط سير موسى بن نصير، حيث استولى على قرمونة وطلبيرة، ووصل أو التقى مع خالد بن الوليد مع طارق بن زياد عند سرقسطة، واستكمل فتح الأندلس
ما عدا جزء صغير بسيط أو منطقة جبلية التي شكلت بعد ذلك خطرا على المسلمين. طبعا زي ما احنا شايفين صار في طريق غير طريق طريق طارق بن زياد، وفتح أشبيلية، وفتح أيضا شرق الأندلس بقيادة عبد العزيز بن موسى ابن نصر. طبعا فشل المسلمون في السيطرة على شمال غرب الأندلس، هذه المنطقة اللي وعنا عليها لبرودة المناخ ووعورة الطرق أو وعورة التضاريس. وهذه المنطقة قلنا اللي خرجت منها الجيوش بعد ذلك وطردت المسلمين من كل الأندلس. ماذا ترتب على فتح المسلمين للأندلس؟ أصبحت العاصمة مدينة قرطبة بدل طليطلة. انتشر الإسلام في الأندلس، ضرب العملة الإسلامية، والقيام العديد من الإصلاحات الإدارية التي ما زال بعضها أو آثار بعضها باقيا حتى اليوم بالنسبة للناحية المعمارية. بعد ذلك تقدم المسلمون لفتح فرنسا. كانت هناك محاولات لفتح فرنسا أو ما يعرف باسم بلاد الفرنجة أو غالا، ودي كلها من أسماء فرنسا الحالية. وكان أبرزها الجيش اللي قاده عبد الرحمن الغافقي، وتقدم لفتح الأندلس وعبر جبال، هنا الجبال المخططة دي تعرف باسم جبال البرد أو لبرانس، وعبر هذه الجبال والتقى هنا في هذه المنطقة مع الجيوش الفرنجية في معركة تسمى تور وبواتي أو تعرف باسم بلاط الشهداء. والتقى عبد الرحمن الغافقي هنا في معركة تسمى طور وبواتيه سنة 114 هجرية 732 ميلادية مع الفرنجة، وكان بيقود الفرنجة هنا شارل مارتل حاكم فرنسا ودق أقطيل. والسبب هنا محاولة استرجاع الدقية أو الولاية أو المدينة النصرانية، وده كان بدعم من بابا روما. طبعا فتح المسلمين مدينة طور وبواتي، لكن الجيش الفرنجي باغتهم في السهل الواقع بين المدينتين، واستمرت المعركة حوالي 10 أيام. المهم هنا المعركة دي انتهت بهزيمة المسلمين، واستشهد عبد الرحمن الغافقي، وانسحبت الجيوش الإسلامية. توقفت الفتوحات الإسلامية بعد ذلك في هذا الجزء، وده يرجع إلى الخلافات أو الفتن اللي حصلت في بلاد المغرب، وليس لهزيمة المسلمين، لأن المسلمين قبل ذلك ألحقت بهم العديد من الهزائم، لكن الفتوحات لم تتوقف، وده يوضح أهمية الجبهة أو تماسك الجبهة الداخلي. أسباب هزيمة المسلمين في معركة طور وبواتيه أو بلاط الشهداء. الأسباب هنا كثرة عدد جيوش شارل مارتل وإمداداته، وكذلك اتحاد جيش الفرنجة ودعم البابا. في نفس الوقت قلنا هناك مشاكل في الإمدادات اللي بتصل للمسلمين، وظروف المناخ القاسي التي واجهها المسلمون. كثرة المعارك اللي خاضها المسلمون في المنطقة أدت إلى تعب وإنهاك الجيوش الإسلامية. بعد ذلك هنلاحظ سقوط الدولة الأموية سنة 132 هجرية 750 ميلادية على يد العباسيين في معركة تسمى الزاب، وقامت دولة أخرى تسمى الدولة العباسية. وكان هنا اعتماد العباسيين على الفرس أو عناصر غير عربية، واللي تمثلت في قيادة أبو مسلم الخراساني.
إلى هنا ينتهي درس الفتوحات في العصر الأموي، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.